النهارده ان شاء الله هنتكلم على الليد كومبنسيتور او الفيز ليد كومبنسيتور ايا كان المسمى بتاعه، وممكن تقول عليه ليد كومبنسيتور اختصارا على طول او فيز ليد كومبنسيتور. طيب احنا المفروض المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على البي اي دي، وعرفنا ان البي اي دي دوت بالنسبه لنا كونترولر، وفي انواع تانية من الكنترولرز بتأدي نفس الاداء بتاعي او بتعمل نفس البرفورمانس اللي انا عايزها من السيستم، ومن ضمنها الكومبنسيتور. طيب اشهر انواع الكومبنسيتور اللي انتوا هتاخدوها هي الليد كومبنسيتور اللي هنتكلم عليه النهارده، وان شاء الله المره الجايه هنتكلم على اللاج، وهيبقى فيه كمان الليد اند لاج كومبنسيتور او لاج ليد كومبنسيتور، يعني احنا ممكن نسميه كده على طول لاج ليد كومبنسيتور. بالنسبه للنوع دوت ده يعتبر هو ميكس بين الاثنين، فانت لو فاهم الليد كومبنسيتور كويس واللاج كومبنسيتور كويس، بالنسبه لك اللاج ليد دوت هيبقى بالنسبه لك الموضوع فيه بسيط. احنا عايزين نعرف بس كل نوع منهم بيمثل ايه. يعتبر الليد كومبنسيتور كانه هو بالظبط اللي بيناظر، بس مش هو بيناظر نفس الاتيتيود بتاع البي دي كنترولر اللي احنا كنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. طب بالنسبه لللاج كومبنسيتور هو بيناظر مين؟ بيناظر البي اي كنترولر، وبالتالي لما اجي اجمع الاثنين مع بعض اللاج والليد هيبقى كانه بيمثل لي او بيناظر مين؟ بيناظر البي اي دي. من انواع الكومبنسيتور بتاعتنا، الكومبنسيتور برضو فيه مش شرط ان الكومبنسيتور هو يكون ليد ولاج ليد، ومش شرط برضو ان كل ليد كومبنسيتور، يعني مثلا الليد كومبنسيتور هنا هتلاقي فيه زيروز، انت بتعمل ادنج، يعتبر بتعمل ادنج للسيستم بنظام زيرو، وبتعمل ادنج برضو في نظام بول بنسميه الزي سي والبي سي. البي سي اللي هو البول اوف كومبنسيتور، والزد اللي هو الزيرو اوف كومبنسيتور. بالنسبه لنا مش شرط الكومبنسيتور اللي انت هتعمل له اد بقى، انا بتكلم دلوقتي على حاجه براكتيكالي، مش شرط دلوقتي كثيوريتيكالي. براكتيكالي انت مش شرط ان انت يكون عندك سيستم والسيستم دوت ان انت تعمل له ليد كومبنسيتور او لاج كومبنسيتور، لا، السيستم دوت ممكن يكون بس محتاج ان انت تعمل اد لبول وخلاص، او بولز، يعني ايا كان بول واحد او مجموعه من البولز، وممكن انت تكون عايز تعمل اد لزيرو او برضو مجموعه من الزيروز، تمام، بحيث ان انت برضو هتحصل على ايه؟ هتحصل على نفس السبيسيفيكيشن او نفس الخصائص اللي انت محتاجها، او بنسميها السبيسيفيكيشن او البرفورمانس اللي انت محتاجها للسيستم بتاعنا. فمش شرط يكون كل حاجه تفكيرك يكون رايح ان انت هتعمل ليد كومبنسيتور، ان انت هتعمل اد لزيرو او بي سي او لبول، وفي نفس الفكره برضو اللاج برضو انت هتعمل اد لبول وزيرو برضو. فمش شرط ان انت تكون بتعمل اد للبول والزيرو مع بعض، لا، انت ممكن تعمل اد لبول بس، ممكن تعمل اد لزيرو بس. انا بتكلم دلوقتي على حاجه براكتيكالي عادي. طب انت كدراسه احنا خدنا خلاص البي اي دي، وخدنا الطريقه المانيوالي بتاعته اللي هي بتاعه الزيجلر نيكولز، وبعد كده هناخد ان شاء الله النهارده الليد كومبنسيتور. في الليد كومبنسيتور انت المفروض بتصمم كنترولر، بيكون الكنترولر بتاعك ده في صوره مقاومات وفي صوره مكثف، فبالتالي الكنترولر بتاعك ده يعتبر هاردوير. بعد ما بتمثله بتعرف من خلاله اللي هو الزيروز والبولز اللي هتديني البرفورمانس اللي انا عايزها. طب يعني ايه هتديني البرفورمانس اللي انا عايزها؟ خلينا نوضح بقى الموضوع ده اكتر شويه. انا دلوقتي عندي سيستم، والسيستم دوت لقيت وانا برسم الروت لوكس بتاعته كان مثلا السيستم بتاعي بالمنظر دوت كده. عندي 2 بول بس في السيستم ده، والاتنين بول دولت المفروض ان هما واحد في الانستيبل واحد في الجزء دوت. فهتلاقي دايما ان السيستم بتاعي عند اي قيمه للكي يعتبر السيستم بتاعي يعتبر هيبقى انستيبل. مثلا عندي سيستم تاني زي مثلا بالمنظر ده، فالسيستم دوت هلاقي فيه ان هو قيمته يعتبر ستيبل عند اي قيمه للكي. طب لو جينا لسيستم تالت بالمنظر ده كده، هلاقي ان انا عندي السيستم بتاعي جزء بيكون في الستيبل وجزء بيكون في الانستيبل. انا دلوقتي مثلا السيستم دوت اللي هو التالت دوت على سبيل المثال، جيت على سيستم التالت دوت وكنت عايز في السيستم ده سبيسيفيكيشن معينه، يعني عايز اوفر شوت معينه للسيستم، عايز مثلا سيتلينج تايم معينه، عايز رايس تايم معينه. فكل السبيسيفيكيشن اللي انت عايزها دي، يعني مثلا انا دلوقتي قلت لك انا عايز اصمم كنترولر لسيستم بحيث ان انا اخد بيرفورمانس من السيستم دوت، بحيث ان الاوفر شوت بتاعي ما يتعداش 10% مثلا، يعني يكون اصغر من كام؟ من 10%، ويكون معايا مثلا سيتلينج تايم ما يتعداش ثانيتين، ويكون مثلا معايا رايس تايم مثلا ما يتعداش مثلا ثانيه.
فدي كده مجموعه من السبيسيفيكيشن او الديزايرد، الحاجه اللي انت عايزها في السيستم بتاعك اللي هو تكون موجوده فيه. المفروض ان الجزء ده هيكون موجود عند قيمه كي معينه. فانا جيت بصيت مثلا على السيستم اللي هو رقم 3 ده وعايز اجيب الخصائص دي، لقيت ان الخصائص ديت بالنسبه لنا ايه، هتتجمع او هتتكون عند قيمه من الجين، هتتكون مثلا في الايه، في البرانش دوت او في الجزء ده. طب هي هتتكون في الجزء دوت، هل اصلا الروت لوكس او السيستم اللي هو رقم 3 ده، هل المسار بتاعي عند اي قيمه للكي هتعدي اصلا من الجزء ده؟ مستحيل انها تعدي من الجزء دوت او انها تمر بيه. فانت بتعمل ايه؟ انت خلاص انت هتعمل كومبنسيتور او هتضيف اضافات جديده على السيستم ده، بحيث ان انا احول شكل السيستم اللي انا شايفه باللون الاسود دوت، لما اجي احوله مثلا يكون مثلا باللون الازرق، يكون مثلا انا هضيف له كمان بول مثلا وهضيف له كمان زيرو، فلاقي ان شكل السيستم بتاعي اختلف تماما، وان الرسمه بتاعت الروت لوكس بتاعتي هتختلف، وان مثلا بدل ما هو كان هيمشي كده مثلا هلاقي مثلا ان هو هيمشي كده بالمنظر ده. فانا لاحظت ايه؟ لاحظت ان انا دلوقتي عند قيم كي معينه في الجزء ده كده، هو هيحقق لي ايه؟ هيحقق لي البرفورمانس اللي انا عايزها، اللي هي البرفورمانس دي. فكل اللي انا عملته ايه؟ عملت اد لبول واد لزيرو بطريقه معينه. طيب انا امتى اعرف ان انا عايز اضيف ليد كومبنسيتور او لاج كومبنسيتور؟ انت في الليد كومبنسيتور معناها من الليد ايه؟ معناها ان الاوتبوت سابق الانبوت. يعني ايه الاوتبوت سابق الانبوت؟ يعني مثلا كان عندي مثلا خلينا ناخدها كده ككونتينيوس او كتايم دومين. انا عندي الانبوت دوت عباره عن مثلا ساين ويف بالمنظر ده، ولقيت ان الاوتبوت بتاعي هو عباره عن كوزاين ويف. طب فالكوزاين ويف هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى بالنسبه لنا بالمنظر ده كده. طيب الكوزاين ويف اللي هو يعتبر كانه الاوتبوت بتاعي اللي هو باللون الاحمر ده، وانا عندي يعتبر الانبوت هو اللي باللون الازرق ده. ايه اللي حصل؟ انا يعتبر عملت ليد للجزء بتاعنا بمقدار ايه؟ بمقدار فيس شيفت معينه. الفيس شيفت ديت هي بتمثل ايه؟ بتمثل فاي. فانا لو لقيت ان الاوتبوت بتاعي يعتبر سابق الانبوت تمام بمقدار زاويه اسمها فاي، فدايما اكيد الفاي دي هتطلع ايه؟ هتطلع بالنسبه لنا بوزيتيف. فلو الفاي بتاعتي طلعت بوزيتيف يبقى انا كده خلاص عرفت ان انا هضيف ليد كومبنسيتور. طب لو كانت الفاي سي ديت طلعت بالنسبه لنا نيجاتيف، فانا كده يعتبر هعمل ايه؟ هعمل لاج كومبنسيتور. ليه؟ عشان اللاج كومبنسيتور هيبقى العكس بقى. هتلاقي ان الاوتبوت بتاعك دوت هو اصلا متاخر بفيس شيفت معينه عن الانبوت بقى، مش ايه، مش سابق الانبوت، لا هو متاخر عن الانبوت. طب انت بالنسبه لك في الليد كومبنسيتور دلوقتي، الفكره فيه ان انا دلوقتي هضيف بول وهضيف زيرو. دايما انت هتلاقي ان البول هو متاخر عن الايه، عن الزيرو. ليه؟ لان البول يعتبر هو بتسحب انت المسار بتاع الروت لوكس بتاعك. احنا كنا دايما بنقول ايه؟ بنقول ان انت عندك دايما اي مسار بيبدا من عند مين؟ بيبدا من عند البول وبينتهي عند مين؟ عند الزيرو. فانت كده كأن انت سحبت المسارات اللي هي كانت موجوده بالاسود دي، سحبتها ناحيه مين؟ ناحيه البول اللي انت عملت له ادنج هنا. تمام؟ ويعتبر في مسار منهم انتهى عند مين؟ عند الزيرو اللي انت موجود فيه هنا. فانت دايما هتلاقي ان البول متاخره عن الزيرو او قيمتها اكبر من قيمه الزيرو بس في السالب. يعني مثلا هتلاقي مثلا البول مثلا هنا سالب 10، هتلاقي مثلا الزيرو مثلا سالب 2 مثلا، على سبيل المثال. ايا كان قيمته، المهم ان البول دايما في الليد كومبنسيتور هيطلع اكبر من الايه، من الزيرو. انا طبعا بتكلم كان هو البول اكبر من الزيرو كابسوليوت فاليو. خلينا نعرف بقى اللي هو البروسيدور اوف ديزاين ليد كومبنسيتور. احنا دلوقتي المفروض عايزين نعرف حبه خطوات هنمشي عليها، والخطوات دي سيستماتيك جدا ان انت هتصمم ليد كومبنسيتور. احنا زي ما قلنا كده الكنترولر خلاص، انت مرحله الديزاين بتاعت الكنترولر احنا قلنا المره اللي فاتت ان انت دايما لازم يكون معاك الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم نفسه عشان تقدر ان انت تعمل كنترول للسيستم ده. فهو في اي مساله هتيجي هيبقى بالنسبه لك الجيفن بالنسبه لك حبه حاجات. اول حاجه ان هو هيديك الايه، الترانسفير فانكشن كاوبن لوب ترانسفير فانكشن، او الفورورد ترانسفير فانكشن اللي هي بالنسبه لنا كانت ايه، بالمنظر ده كده. لو انا مثلا السيستم بتاعي كلوزد لوب، فهو هيديك الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي جي اوف اس نفسها. ده كده بالنسبه لك هيبقى جيفن في اي مساله من المسائل. طيب هيبقى جيفن ايه كمان؟ هيبقى جيفن بالنسبه لك الديزايرد سبيسيفيكيشن او الخصائص اللي هو عايز ينفذها في الكنترولر دوت او في الجي اوف اس ده، بحيث ان هو يحصل عليه. هيديك بقى مجموعه من الخصائص، الام بي، التي اس، التي ار، وهكذا. طيب انا قبل بس ما اتكلم في الجزء ده، انا لو لاحظتوا دايما انا بتكلم في الليد كومبنسيتور ان هو بيديك اوفر شوت عشان تجيب منه مثلا الزيتا، بيديك مثلا تي اس هتجيب منه الاوميجا ان، بيديك مثلا التي ار هتجيب بقى منه اي داتا ثانيه مثلا مختلفه بتتناظر مع مين؟ مع التي اس. طيب انت لو خدت بالك كده كل الخصائص اللي انا بقولها دي هي بتبقى تحت ايه؟ تحت المسمى اللي هو بتاع
الترانزيانت ريسبونس. احنا لو كنا نفتكر كده الترم اللي فات في السيستم بتاعنا، وانا كان مثلا عندي اوتبوت اسمه واي اف تي، والاوتبوت ده مثلا كان بالمنظر ده كده. فانا عارف ان بالنسبه لي كان الاوتبوت ده متقسم لجزئين، جزء في الستيدي ستيت وجزء تاني كان في الترانزيانت او في الدايناميك ريسبونس، ايا كان احنا كنا بنسميها ايه. طيب الجزء بتاع الترانزيانت او الدايناميك ريسبونس دوت كان المفروض بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه المفروض انت بتعرف من في التي بي او البيك تايم، بتعرف منه برضو. لو قلنا دوت كده بالنسبه لنا هو الانبوت مثلا، كنت بتعرف منه مثلا اللي هو الاوفر شوت اللي هي بالنسبه لنا دي. بيكون برضو فيه الخصائص اللي هي بتاعت مثلا الرايس تايم، وبرضو بيكون فيه الفاصل اللي هو بين الستيدي ستيت والترانزيانت اللي هو بالنسبه لنا السيتلينج تايم. ده يعتبر هو الفاصل بين الاثنين. احنا قلنا ان الليد كومبنسيتور ده بينظر مين؟ بينظر البي دي. هو تاثير البي دي كان ايه؟ كان المفروض ان هو بيسرع الريسبونس، بيديك فاست ريسبونس، وكمان كان بيعتبر بيقلل الاوسيليشنز اللي موجوده عندي في السيستم، والمفروض برضو ان هو هيقلل شويه السيتلينج تايم وهيقلل شويه الستيدي ستيت ايرور، بس مش هيمحيه، وهيقلل برضو شويه الاوفر شوت بما انه هيقلل مين؟ الاوسيليشن. فكل الخصائص ديت يعتبر ايه؟ يعتبر هي معنيه بمين؟ معنيه يعتبر بالجزء الترانزيانت اكتر، تمام؟ ما عدا طبعا الايه؟ الخاصيه دي. فاحنا دايما كان بالنسبه لنا الليد كومبنسيتور هتلاقي دايما الخصائص اللي بيديها لك هتلاقي موجود فيها الاوفر شوت، هتلاقي موجود فيها الرايس تايم او السيتلينج تايم. في اللاج كومبنسيتور بقى انت يعتبر كانه بي اي، فبما انه هو بي اي فانت المفروض ان انت هتلاقي خصائص تانية زي الخصائص اللي هي بتاعت ان هو هيعمل اليمينيت للستيدي ستيت ايرور دوت، يخليه بصفر. الكلام ده هنوضحه طبعا في اللاج كومبنسيتور. فانا بالنسبه لي الليد كومبنسيتور دايما هتلاقي هو بيديك الديزايرد سبيسيفيكيشن خاصه بالجزء اللي هو في الترانزيانت او في الدايناميك. طيب احنا ده نرجع بقى للايه؟ اللي هيديه لنا في المساله. فانا بالنسبه لي المساله كده هيبقى جيفن فيها الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، هيبقى جيفن فيها الديزايرد سبيسيفيكيشن اللي موجوده عندي اللي هو عايز يحطها للسيستم، وهيقول لي اعمل ديزاين للليد كومبنسيتور. فانت لما تيجي تعمل ديزاين للليد كومبنسيتور هتمشي على حبه ستيبس. اول ستيبس لو افترضنا في السبيسيفيكيشن اللي هو مديها لك كان مديك مثلا اوفر شوت ومديك مثلا سيتلينج تايم، فهو كده مش مديك البارامترز اللي هي بتاعت الزيتا والاوميجا ان بشكل مباشر. فانت اول خطوه هتجيب البارامترز اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الزيتا وبتاعت الاوميجا ان. طب بعد ما جبنا البارامترز، انت دلوقتي المفروض البارامترز دوت هتديك ايه؟ هتديك تو بولز. الاثنين بولز دولت المفروض ان هم هيبقوا كونجيكيت بول. ليه؟ لان الزيتا اللي انت هتطلعها ادام في اوفر شوت، فالزيتا اللي انت هتطلعها دايما هتطلع بين كام وكام؟ بين الصفر والواحد. يعني السيستم بتاعي هيبقى ايه؟ اندر دامبد. واحنا قلنا في السيستم الاندر دامبد بيكون الروتس او بتكون البولز بتاعتي بتكون في شكل ايه؟ في شكل كونجيكيت بولز. يعني ايه؟ يعني لما نيجي نرسمها على الاس بلين كده، البول اللي احنا هنفترضها بتحقق الزيتا وبتحقق الاوميجا ان دي، هفترض ان هي بالنسبه لي هتبقى بالمنظر ده. فهيبقى بالنسبه لنا دايما هما الاثنين متطابقين حوالين المحور اللي هو بتاع الايه؟ السيجما. فانا تاني خطوه انا عايز اعرف بس اجيب الروتس او اجيب البولز اللي هم بتوع الكونجوجيت بولز دول، اللي هم هيحققوا لي مين؟ هيحققوا لي الزيتا الديزايرد وهيحققوا لي كمان الاوميجا ان الديزايرد اللي انا عايزها. فبالنسبه لنا تاني خطوه ان انا بجيب الاس 1 والاس 2 اللي هم هيحققوا الزيتا والاوميجا ان ديت عن طريق المعادله بتاعتنا اللي هي ماينس زيتا اوميجا ان زائد او ناقص جي اوميجا ان جذر 1 ناقص الزيتا سكوير. طبعا المعادله ديت احنا المفروض خدناها الترم اللي فات، اللي احنا كنا بنستنتجها من الروتس بتاعه الكاركترستيك ايكويشن بتاعه السيستم لو كان سكند اوردر سيستم. مش هنخش في تفاصيلها، المهم ان احنا بالنسبه لنا هي المعادله دي. طب انا جبت الاس وقمت حاطط الاس دي على الرسمه بتاعتي. انا عايز اعرف بقى لو الاس ديت اصلا كانت موجوده على السيستم، يعني مثلا في الرسم اللي فوق دوت لما انا قعدت اقول لك ان انا بالنسبه لي الديزايرد سبيسيفيكيشن لقيتها ان هي هتتكون في المنطقه دي. طب هو اصلا الرسمه بتاعت الايه؟ الروت لوكاس القديم ما كانتش كده. طب افرض ان رسمه الروت لوكاس اصلا كان في رسمه روت لوكاس تاني مثلا، ولقيت مثلا ان هي مثلا بالنسبه لي بتمر كده بالمنظر ده، يعني كان المسار بتاع الروت لوكاس هيمر في المنطقه دي. فادام هو اصلا هيحقق الاس اللي هي اصلا بتحقق لي الزيتا وبتحقق لي الاوميجا ان اللي انا عايزها، خلاص انا مفيش داعي اصلا ان انا اعمل ايه؟ اعمل ديزاين للكومبنسيتور. فانا الاول لازم اعمل تشيك. بعمل تشيك للايه؟ بعمل تشيك ان انا بشوف هل البولز دي اللي انا طلعتها دي لو اصلا اوريدي السيستم اللي هو موجود عندي اللي هو جيفن ده اللي هو كان مديهولي في الجي اوف اس كان اصلا هو بيمر الروت لوكاس بتاعه بالمنطقه اللي انا عايز فيها الديزايرد سبيسيفيكيشن، فخلاص مفيش اي داعي ان انت تعمل كومبنسيتور.
انت هتعمل كومبنسيتور امتى؟ لو الروت لوكس بتاعتك اصلا مش موجوده على المسار ده. طيب لو هي مش موجوده على المسار دوت، هنعرف منين ان هي موجوده على المسار دوت ولا لا؟ انا بالنسبه لي هفترض دلوقتي همسح خالص الازرق ده، وهفترض ان انا دلوقتي عندي خلاص بعد ما جبت الاس، هفترض دلوقتي ان انا بعد ما جبت الاس ديت لقيت مثلا ان الاس دي موجوده هنا وموجوده هنا. طب هل هي هنا اصلا بتمر بالروت لوكس ده؟ لا هي مش بتمر. طب انت عرفت منين؟ انت عرفت بعد ما رسمت الروت لوكس. طب انت بترسم الروت لوكس اصلا هتاخد مجموعه من الستبس وهتاخد وقت، هتاخد مثلا في رينج تلت ساعه او نص ساعه على حسب بقى انت سريع او بطيء في الحل. طب ايه الداعي ان انا احل كل دوت وارسم الروت لوكس بتاعت السيستم القديم عشان اعرف اصلا ان النقطه دي بتمر بيه ولا لا؟ فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نطبق الانجل كونديشن اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده في الجزء بتاع الروت لوكس. فالانجل كونديشن هفترض ان انا عندي النقطه دي، هل النقطه اللي موجوده هنا وبول واحد من الاثنين بولز محدش يجي يوصل البول الثاني دوت بده؟ لا ده دوت يعتبر انا بفترضه ان هو لا، كأن في مسار بيعدي عليهم هما الاثنين. فانا دلوقتي كأن النقطه دي بفترض دلوقتي بشوف هل هي بتعدي على الروت لوكس ولا لا. فانت بتطبق الانجل كونديشن. هنطبقها ازاي؟ ان احنا كنا بنوصل النقطه دي اللي انت عايز تعمل لها تشيك بكل بول موجود في السيستم اللي هو موجود عندك. طب مين السيستم اللي موجود عندي؟ السيستم اللي موجود عندي هو اللي فيه الثلاثه بول بس، ماليش دعوه بالبول الثانيه اللي هي باللون الاحمر اللي هي تحت دي. تمام؟ ليه؟ لان انا بشوف اللي هو موجود في السيستم اللي موجود عندي اوريدي اصلا، انا ماليش دعوه بدي خالص. هعمل ايه دلوقتي؟ انا وصلت كل خط بالنقطه اللي انا مثلتها بكل بول من البولز اللي موجوده عندي. هفترض ان الثلاثه اللي انا وصلتهم دلوقتي هو دوت بالنسبه لي السيستم القديم. فهبدا ان انا اقيس زاويه سيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3. طب هنفترض كمان ان انا كان عندي كمان مثلا زيرو، زي الزيرو اللي هو مرسوم باللون الازرق دوت كده بالمنظر ده، وانا وصلت الزيرو ده. فهتبقى الزيرو دوت ليه زاويه كام؟ ليه زاويه مثلا سيتا 4. فالمفروض الانجل كونديشن كانت بتقول ايه؟ بتقول ان انت دلوقتي كان ماينس سميشن البولز انجلز بلس سميشن الزيروز انجل. يعني انت هتجمع البول انجلز وتحط في الاخر اشاره سالب ليهم، وبعد كده تجمعهم على مين؟ على السميشن بتاع الزيرو انجلز اللي هي موجوده عندك لو موجوده، لو مش موجوده خلاص، وتشوف هل هم فعلا هيساوي ماينس 180 ولا لا. لو لقيت ان الزاويه دي بتساوي سالب 180 يبقى اوريدي، يبقى النقطه اللي هي هتحقق الديزايرد سبيسيفيكيشن اللي انت عايزها هي موجوده اصلا على السيستم القديم، فانت مش محتاج تعمل اي كومبنسيتور وهتقفل المساله على كده. المساله بتاعتك مش هتكمل على كده. طب لو كانت هي اصلا ما بتساويش الماينس 180 دي، يبقى انت محتاج ان انت تعمل ايه؟ كومبنسيتور. طيب انا خلاص افترضت دلوقتي ان انا عملت تشيك للاس، يبقى تالت حاجه ان انت يعتبر بتعمل تيست او بتعمل تشيك للاس 1 و 2، بتشوف هي موجوده على الجزء بتاعنا دوت ولا لا، عن طريق ان انت بتطبق الانجل كونديشن. فانت بالنسبه لك هيبقى عندك حالتين او تو كيسز في الجزئيه اللي هو رقم 3 دي. لو انت مثلا عندك اللي هو الجزء بتاع البول انجلز زائد اللي هو سميشن الزيروز انجلز، لو هو بيساوي ماينس 180 يبقى انت كده ايه؟ نو نيد تو ديزاين كومبنسيتور او تو ديزاين بقى ليد كومبنسيتور او ايا كان الكومبنسيتور اللي انت عايزه. طب لو كان بقى بالنسبه لي نفس الفكره هنا، ان الجزء دوت كده بعد ما حسبته لقيت ان هو ما بيساويش سالب 180، يبقى انت كده ايه؟ محتاج ان انت تعمل ديزاين للكومبنسيتور. فانا في الخطوه رقم 3 بدل ما هرسم الروت لوكس كله، لا انا هعمل الستيب الصغيره دي بحيث ان انا اشوف الايه هي بتمر في النقطه ديت ولا لا. خلاص انا مثلا افترضت ان هي في الكيس الثانيه دي ان هما الاثنين مش بيساوي سالب 180، فانت هتقوم مكمل بقى. خلاص انا ما عرفت ان هما ما بيساويش سالب 180، فانت هتعمل ايه؟ هتاخد نفس اللي انت حسبته هنا ده، نفس اللي انت حسبته هنا دوت هيطلع مثلا مثلا طلع معاك مثلا بسالب 200 مثلا، وتقوم جمعه على زاويه اللي هي بنسميها الكومبنسيتور فيز انجل او الكومبنسيتور انجل بتاعتنا اللي هي موجوده عندي دي، قوم مساويها بسالب 180. طب ليه انا ضفت زاويه؟ ضفت زاويه عشان خلاص انا دلوقتي بضيف زاويه عشان احقق الشرط اللي هو بتاع مين؟ بتاع اللي هو الكونديشن الانجل كونديشن، بحيث ان انا ايه؟ اخليها على المسار بتاعي. فانا بعرف قيمه الفاي سي دي، ولازم الفاي سي بتاعتك تطلع موجبه على طول لو انت بتصمم ايه؟ لو انت بتصمم ليد كومبنسيتور. هتبدا بقى ان انت على الرسمه بتاعتنا، انا مثلا لقيت في الرسمه بتاعتي مثلا بالمنظر ده كده، او خليها يكون فيها ايه؟ الجزء ده بس، ولقيت مثلا النقطه بتاعت اللي هي الاس دي موجوده في الايه؟ في الجزء ده. فانت هتعمل ايه؟
انت المفروض هتقوم جاي موصل النقطه دي بكل بول وبكل ايه وبكل زيرو زي ما احنا اتفقنا، وبعد كده هتقيس الزوايا اللي هو سيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3 وتطبق الخطوه رقم 3 اللي احنا اتكلمنا عليها. وخلاص عرفنا ان هي بايه بسالب 100 مش بتساوي سالب 180. هنعرف بقى الفاي سيتا، الفاي سي دي. خلاص انت عرفت الفاي سي، عايز بقى ان انت تقوم حاططها على الرسم اللي موجود عندك ده. ففي طريقتين. اول طريقه ان انت بتيجي النقطه اللي انت عاملها دي بتقوم موصلها بالنقطه بتاعت نقطه الاصل او الاوريجين بتاعك، وتقوم بعد كده موصل في النقطه ديت ايه خط افقي بالمنظر ده كده. يبقى انت هترسم خط افقي وهترسم خط بيوصل مع مين؟ مع الاوريجين اللي موجود عندك في الرسم. طب بعد ما عملت كده هتعمل بايسكتور. يعني ايه؟ هتنصف الزاويه اللي موجوده عندي هنا دي كلها. طب احنا بننصف الزاويه ازاي؟ عندك طريقتين. ان انت هتنصفها بالمنقله، هتقف بالمنقله كده على الخط ده وتشوف الزاويه دي كام. زي مثلا تلاقي الزاويه دي مثلا طلعت مثلا 120، يبقى نص الزاويه دي كام؟ 60. فهتقوم حاطط نقطه كده على اللي هو الخط اللي هيديني 60 درجه، وتقوم شادد منه ايه؟ شادد منه خط. فبالنسبه لي مثلا البايسكتور بالمنظر ده كده. طب الطريقه الثانيه ان انت هيبقى معاك برجل. فالبرجل دوت انت هتعمل ايه؟ هتيجي مثلا النقطه دي هتقوم مثلا قايس مثلا سي من النقطه دي للنقطه دي، فطلع مثلا بالبرجل، هتقيسها بالبرجل طلعت مثلا معاك مثلا النقطه ديت مثلا ايا كان الرقم، وتقوم حاطط نفس القيمه دي وحاططها مثلا هنا. لقيت ان نفس القيمه دي بتساوي نفس القيمه دي، فانت هتقوم ايه مسجل نقطه هنا بالبرجل. وبعد كده تقوم جاي على النقطه دي وعامل قوس، وتقوم جاي في النقطه دي وعامل قوس بالبرجل تاني. والنقط والتقاطع بتاعهم هيمثل مين؟ هيمثل البايسكتور. فهتقوم موصل النقطه اللي هي بالنسبه لنا ديت مع تقاطع الاقواس اللي انت عملتها بالبرجل، هتتمثل لك اللي هي البايسكتور. في مشكله كده في الجزئيه دي، في الجزء بتاع البايسكتور المفروض ان هو كله رياضي، يعني مفيش فيه مشكله اظن يعني. خلاص انا نصفت الزاويه وعملت الجزء اللي هو بتاع البايسكتور ده. هعمل ايه بعد كده؟ انا خلاص بعد ما نصفت الزاويه هاجي على الفاي سي اللي انا جبتها دي وهقوم قاسمها على 2. يعني الفاي سي دي بالنسبه لي هقسمها على 2. فسي مثلا بعد ما قسمتها على 2 طلعت معايا ب 30 درجه. فهقوم جاي على الخط دوت واقف على المنقله على الخط ده. بعد ما وقفت بالمنقله هقوم قايس من هنا 30 درجه، وهقوم قايس من الناحيه الثانيه 30 درجه. يبقى انت بتقيس يمين وشمال 30 درجه، وتقوم بعد كده شدد خط. وبعد ما تشد خط، الخط ده هيتقاطع فين؟ هيتقاطع مع الخط اللي هو موجود في السيجما او اللي هو المحور الافقي بتاعك. بعد ما شدنا خط هيبقى بالنسبه لك النقطه دي بتمثل البول اللي هو بتاع الكومبنسيتور، والنقطه دي بتمثل الزيرو بتاع الكومبنسيتور. وكده النقطه دي بالنسبه لنا هي بتمثل فاي سي على الاثنين، وهنا فاي سي على الاثنين. دي كده اللي هي الطريقه الاولانيه عشان اقدر ان انا احدد القيمه بتاعه الزيرو والقيمه بتاعه البول بتاع الكومبنسيتور بتاعنا. طيب الطريقه الثانيه بقى، هنفترض كده ان انا كان السيستم بتاعي هو الايه البولز والزيرو ده كده السيستم القديم بتاعي، ودي النقطه اللي انا وصلتها. وبعد كده خلاص عرفت ان هم مش بسالب 180. برضو هنعمل نفس الفكره، ان احنا هنوصل النقطه دي بالاوريجين بتاعنا. هنفترض ان ده هو الاوريجين. طب بعد ما وصلتها بالاوريجين هتقيس الزاويه دي زي مثلا اسمها سيتا. يبقى انت كده هتقيس الزاويه دي بالمنقله، فانت كده معاك كده سيتا دي عرفتها، والفاي سي اصلا اوريدي انت عرفتها من الخطوه رقم 4. وهتعمل ايه؟ هتحسب زاويه اسمها جاما. الجاما دي عباره عن ايه؟ عباره عن نص 180 ماينس الفاي سي ماينس السيتا. يعني السيتا اللي انت قريتها والفاي سي اللي انت جبتها هتطرحهم من 180 تضربهم في نص تطلع زاويه اسمها جاما. طيب الزاويه اللي اسمها جاما دي هتقيسها منين؟ هتقيسها هتقف بالمنقله على الخط الاسود اللي انا راسمه ده، وتقوم قايس الزاويه اللي هي جاما دي. وبعد ما تقيس الزاويه جاما تقوم شادد ايه؟ خط برضو هيتقاطع معاك فين؟ هنا. طب بعد ما شديت الخط دوت اللي هو هيتقاطع معاك هنا، هتقوم قايس بعدها زاويه بتمثل الفاي سي كلها، اللي هي بالنسبه لنا مثلا 60 درجه اللي انت حسبتها منين؟ من الخط الجديد اللي انت وقعته دوت. وتقوم برضو عامل ايه؟ تقوم مثلا شادد خط بالمنظر ده. ففي الحاله دي برضو هيبقى بالنسبه لك كده ايه؟ ادي برضو هو البي سي، ودوت ده كده بالنسبه لنا هو الزد سي بالنسبه لنا. دي كده هي الطريقه الثانيه. فانت معاك حريه في الايه؟ في الاختيار. يا تعمل بايسكتور وتنصف الزاويه بتاعتك الفاي سي وتقوم راسم جزء نصها هنا نصها يمين ونصها شمال، يا تقوم حاسب السيتا دي وتقوم جايب الجاما وتقوم عامل الخط، وبعد كده تقيس ايه؟ فاي سي، وبعد كده تجيب الخط الثاني. فانت معاك حريه الاختيار بين الطريقتين. طب خلاص انا كده خلاص عرفنا خلاص من الرسم
قيمه الزد سي وقيمه البي سي. هتعمل ايه؟ هتقوم قايسهم على طول من الرسم، مثلا سي دوت هيطلع مثلا معاك -2 ودوت مثلا سي مثلا هيطلع معاك -10. خلاص انت جبت الزد سي وجبت البي سي. بعد كده ان انت هتعمل ديزاين للليد كومبنسيتور بتاعك. انت خلاص كده عرفت الزيرو والبول بتاع الكومبنسيتور اللي انت عايز تعمل له تصميم بالنسبه لك. فالجي سي بالنسبه لنا المفروض الدكتور شرح الاثبات دوت يعني المفروض في المحاضره، فانا هكتب لكم بس المعادلات اللي هي تهمنا. المعادله اللي هي تهمنا بالنسبه لنا اللي هو اس ماينس الزد سي على اس ماينس البي سي. ممكن نساويها بايه كمان؟ بالفا مضروبه في 1 زائد تي 1 اس على 1 زائد الفا تي 1 اس. طيب من المقارنه بين المعادلتين دول انت خلاص اوريدي جبت الزد سي وجبت البي سي. الزد سي بالنسبه لك بتمثل مقلوب التي 1 بس بالماينس بالسالب، والبي سي بتمثل مقلوب حاصل ضرب الالفا مع التي 1 بس برضو بالايه؟ بالماينس. فكده خلاص انا كده اتاكدت مليون في الميه ده اصلا اوريدي بيطلع بقيمه سالب وده اصلا اوريدي بيطلع بقيمه ايه؟ سالب. فاكيد دي هتطلع موجبه ودي كمان هتطلع ايه؟ موجبه. فدايما الالفا والتي 1 هيطلع معاك بايه؟ بوزيتيف، هيطلع معاك قيم موجبه. طب قيمه التي 1 بقى بالنسبه لنا عباره عن ايه؟ عباره عن ار1 سي 1، وقيمه الالفا عباره عن ار2 على ار1 زائد ار2. دي كده بالنسبه لك اللي هي المقاومات والمكثفات اللي انت هتحطها عشان تمثل الكومبنسيتور اللي هو الليد كومبنسيتور. طب بتكون الدايره بتاعته عباره عن ايه؟ بيكون عندي المقاومه بتاعه الار1 ومتوصل معاها على التوازي المكثف بتاعنا السي 1، وبعد كده عندي هنا المقاومه بتاعه الار2، وبعد كده متوصله مع الاوتبوت بتاعنا، وهنا دوت بيمثل الايه؟ الانبوت. دي كده اللي هي الدايره بتاعت مين؟ بتاعت الكنترولر بتاعنا او بتاعت الجي سي بتاعتنا. يعني البلوك اللي هو بتاع الجي سي دوت ده كده يعتبر هي الدايره بتاعت الايه؟ الالكترونيك سيركت بتاعته. خلاص انا كده يعتبر من البي سي والزد سي جبت التي 1 والالفا. هساوي بقى التي 1 والالفا بالايه؟ بالمعادلتين دول. طب انا عندي هنا يعتبر كام مجهول؟ 3 مجاهيل. فانت محتاج ايه؟ محتاج داتا كمان لواحد. فانت دايما بتفترض ان السي 1 ب 10 مايكرو فراد. فبالافتراض دوت هتعرف من المعادله دي تطلع الار 1 على طول، وبعد كده تقوم معوض الار 1 في المعادله دي، وانت اصلا معاك كمان الالفا هتطلع منها الايه؟ الار 2. انا كده يعتبر عملت ايه؟ عملت ديزاين للليد كومبنسيتور بتاعي كهاردوير، كمجموعه من المقاومات والمكثفات. اخر خطوه بقى خالص بالنسبه لك في الجزء بتاع الكومبنسيتور ان انت هتكتب جي توتال اوف اس او السمشن بقى اللي هو الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي الكليه بتاعتنا، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن حاصل ضرب الجي سي اوف اس مضروبه في جي اوف اس. طب ليه؟ لان انت يعتبر كان السيستم القديم بتاعك كان في جي اوف اس وخلاص ومتوصل معاه فيدباك. فاللي حصل ايه؟ ان انت لما ضفت كومبنسيتور زودت هنا بلوك خاص بالجي سي، فبقت بالنسبه لنا الاوبن لوب ترانسفير فانكشن الجديده اللي هي حاصل ضرب الاثنين دول اللي احنا بنسميها جي تي اوف اس، اللي هي بالنسبه لنا المعادله دي. فهضرب الاثنين في بعض، وبعد كده الاثنين دولت هيطلعوا طبعا بدلاله ايه؟ قيمه الجي او الدايناميك جين. فانت هتجيب قيمه الدايناميك جين بتاعتك عن طريق ايه؟ عن طريق الرسمه اللي انت رسمتها في الاخر دي. طب احنا دلوقتي بنجيب الدايناميك جين ازاي؟ عن طريق الماجنتيود كونديشن، ان احنا كنا بنقيس طول كل واحد. انا عندي مثلا البول ده L1 L2 هنا L3 L4 وL5، فهتقوم ضارب كل البولز في بعضها وقاسمها على كل الزيروز اللي موجوده عندك. فانت بالنسبه لك البولز هي 1 و3 و4، والزيروز هي بالنسبه لنا 2 و5. فهيبقى بالنسبه لي الكي مثلا في الحاله دي هو L1 و3 و4 على L2 في L5. هطلع طبعا قيمه الكي ديت بالنسبه لنا تطلع بقيمه، يبقى انا كده يعتبر جبت القيمه بتاعه الدايناميك جين اللي هتحقق لي البرفورمانس اللي انا محتاجها او السبيسيفيكيشن اللي انا محتاجها. في حد عنده اي سؤال كده في الستبس دي؟